في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن انه ازاي دفع الحسد ابليس انه يرفض السجود لآدم، وازاي ربنا اداله فرصة انه يدافع عن نفسه او يعتذر لكن ضيعها بغبائه، وازاي اعمال حسد ومقارنته بغيره عن انه يقدم اي اعتذار يدفع عنه عقوبة ربنا ويتفاخر باصله. فيا ترى ازاي كانت حياة آدم وزوجته في الجنة؟ وايه هي الامانة اللي ربنا حملها واختبر بيها آدم واللي كانت بمثابة اول امتحان واختبار للبشرية؟ وايه هي نقطة الضعف اللي قدر ابليس يستغلها عشان يخلي آدم يخالف امر ربه؟ ويا ترى كان ايه الصراع والحديث النفسي اللي مر بيه آدم وزوجته قدام لغز الشجرة؟ واخيرا هي ايه معصية آدم اللي ربنا وصفها في القرآن بالنسيان؟ هو ده اللي جاي احكيهولك في الحلقة التانية من قصة آدم. فيلا بينا. وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند اللحظة اللي انتهت فيها مرافعة إبليس في دفاعه عن نفسه بالفشل، واللي انتهت بعقوبة ربنا ليه وطرده وإمهاله ليوم الدين في صراع دايم مع البشر. أما عن آدم بقى فربنا كرمه وشرفه ونفخ فيه من روحه، ونسبة الروح لربنا هنا مش معناها أنه نفخ فيه من روحه حقيقي، لكن تشريفه وتكريم لآدم فأسكنه جنته. وكان من أول عطايا ربنا لآدم في الجنة إنه أعطاه شريكة تشاركه الحب والحياة الحلوة اللي جاية، فأنعم عليه بحواء الجميلة اللي خلقها من ضلعه عشان تونسه في طريقه ورحلته. فسكنوا الاتنين الجنة وأبيح ليهم كل شيء فيها. وهنا بقى كان أول امتحان للبشرية، وهو أن ربنا عرض عليهم حمل شيء عظيم قوي اعتذرت عنه قبلهم السماوات والأرض والجبال، فعرض ربنا على آدم وحواء. وإيه هو الشيء ده؟ هو الإرادة والأمانة. عشان كده ربنا بيقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فآدم وحواء قبلوا تحمل الأمانة دي واجتياز الامتحان. ومن اللحظة دي ربنا جعل بقائهم وسكنهم في الجنة مشروط بشيء واحد متعلق بالأمانة دي وبإرادتهم. فالأمانة اللي ربنا حملها لكل إنسان هي امتحان إرادة، واللي هي بمعنى تاني الوقوف على اللي أباحه ربنا وعلى اللي حرمه. امتحان يعني. سكن آدم وحواء الجنة وأبيح ليهم كل شيء فيها، ثمارها وأشجارها وطيورها وأنهارها. فيا آدم كل شيء تقع عليه عينيك فهو حلال ليك، باستثناء شيء واحد وهي الشجرة اللي ربنا منعه إن ياكل منها. وهو ده كان اختبار الإرادة لآدم، وهي دي الأمانة اللي ربنا أخدها علينا ليوم الدين. اختبار لآدم يظهر للوهلة الأولى إنه سهل، وخصوصا لما ربنا تعالى بنفسه يحذرهم من الشجرة دي ويزود وعيهم ويقوي عزيمتهم ويوضح لهم عواقب الأكل من الشجرة دي. هو في أجمل وأسهل من كده؟ حدد ليهم الشجرة بعينها وبين ليهم عواقب الأكل منها، وكمان حذرهم من وسوسة الشيطان وبين ليهم عداوته وبغضه وكرهه وحسده ليهم عشان يعرفوه ويحذروا منه. فحذرهم من إغواء وإغراء إبليس وقال لهم: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إيه تاني عايزه يا آدم؟ فربنا كساه هو وزوجته من ملابس الجنة الفخرة ونعمهم بنعمها ومتعهم بأماكنها. فكانوا واخدين بالهم وحذرهم ومتأهبين ومتوجسين جدا لإبليس ده بقى. لكن إبليس نفسه طويل وما بيملش، فقعد يراقبهم ويدرس سلوكهم لغاية لما لقى نقطة ضعف فيهم. نقطة الضعف دي هي اللي هتكون بوابته لتحقيق هدفه، وهتتصدم لما تسمع إيه هي نقطة الضعف دي. فنقطة الضعف اللي استغلها إبليس في آدم هي الشغف والطموح. اتوصل بعد تفكير كتير لفكرة ممكن تخليهم يعصوا ربنا وياكلوا من الشجرة. فكر وفي الآخر لقاها. خد بالك، هو إيه اللي هيستفيده إبليس لما آدم يخالف أمر ربنا وياكل من الشجرة؟ وأيا ما كانت العواقب والنتيجة، المهم إنه يشوف آدم واقع وخلاص. كمان في ناس كتير في حياتنا فيها النفس الشيطاني ده، بتملى تفكيرها بس في إنه يصيبك أي أذى وخلاص. إيه هو الأذى ده مش مهم، المهم إنه يشوف فيك يوم وخلاص. حقد وحسد. فالحاسد بيفرح بأي مصيبة تجيلك، مش مهم هي إيه، مش مهم تكون في البيت أو في العربية اللي حسدك عليها وخلاص، المهم إن يصيبك أي أذى وخلاص، حتى لو في أي حاجة تانية. فإبليس أخيراً وبعد تفكير كتير ومحاولات كتيرة وجدها ولقاها، ودخل لآدم من الباب اللي بيدخل منه كتير من شياطين اليومين دول، باب التطلع والطموح والشغف. فلمس في آدم وحواء حتة تطلعهم للخلود وشغفهم قصاد لغز الشجرة دي، فوسوس ليهم وسوسة وحط عليها كذبتين، بل إنه أقسم ليهم كذب إن الشجرة دي هي اللي هتحقق وترضي طموحهم وتشبع شغفهم. وأقسم ليهم كمان إنه ليهم من الناصحين، وقال لهم: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وهي دي الكذبة الأولى. والكذبة التانية: وقاسمهما، يعني حلف ليهم: إني لكما لمن الناصحين.
طيب والسؤال المهم، هو مش ربنا من شوية أسجد كل الملائكة لآدم؟ هو ده مش تكريم من ربنا المفروض إنه يوصل لآدم إنه مكرم عنده أكتر من الملائكة؟ فليه اتمنى إنه يكون ملاك؟ وإزاي نسي آدم ده؟ وإزاي إبليس قدر يقنعه ويصنع جواه أمنية وشغف في إنه يكون ملك؟ إزاي أقنعه إنه يكون حد غيره؟ ده ممكن يكون حصل والعلم عند الله عن طريق إساءته ليه في الطين واللي لعبوا عليه قبل كده. المهم إن الشيطان خلاه يتمنى إنه يكون ملك وأنساه فضل نفسه. كمان انت ما بتتمناش نعمة في حد غيرك إلا لما بتنسى فضل نفسك. فاعرف في اللحظة اللي انت بتتمنى فيها حياة غيرك إنك ناسي نفسك وغايب عنك منها حاجات كتير. فحب نفسك وانت هتحس بالكمال والرضا. فآدم نسي تكريم ربنا ليه، نسي آدم سجود الملائكة كلهم ليه، نسي آدم نصيحة وتحذير ربنا ليه، نسي آدم وعيد ربنا إنه لو عصى في الامتحان إنه هيخرج من الجنة، نسي آدم كل النعم اللي بين إيديه وركز بس على اللي ناقصه. عشان كده كانت معصية آدم في النسيان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فنسي آدم كل ده وركز بس على اللي ناقصه. وظل فضول آدم وحواء اللي بيزيد إنه يدفعهم إنهم يطوفوا حوالين الشجرة وكأنها الشجرة الوحيدة في الجنة. فتخيل معايا إن آدم وحواء كانوا في لحظة بيفكروا في كلام إبليس وفي العرض اللي اتقدم ليهم. هنكون ملكين، يعني طاعة بدون معصية وقرب دايم من ربنا. أو حتى لو ما بقيناش ملايكة فهنكون خالدين ونحفظ بقائنا في النعيم ده للأبد، لأننا مش متخيلين إننا نعيش بدون النعيم ده. والمفاجأة بقى إن النقطتين دول اللي أغرى ومنى الشيطان بيهم أبونا وأمنا ربنا أصلا حققهم ليهم. فأمنية إنك تكون ملاك فربنا رفع قدرك على الملايكة وأسجدهم ليك، وأمنية خلودك وبقائك في الجنة فربنا دلك على الطريق ليها وهي الطاعة وسمعان الكلام. وعشان كده كان وعود الشيطان ليهم أمنيات وغرور وكلام فاضي. وعشان كده ربنا قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نرجع تاني لمشهد آدم وحواء. للأسف ضعف آدم وحواء قدام وعود وأمان الشيطان الفارغة، وقربوا من الشجرة لغاية لما وقفوا قدامها. اتخيل المشهد معايا، هم مش شايفينها شجرة ولا طمعانين في ثمارها، لكن شايفينها بوابتهم للخلود. هم مش شايفينها إلا بالأحلام الزايفة الزايلة اللي رسمها لهم الشيطان. وفي لحظة ضعف مدوا إيديهم للشجرة وكأنهم بيستلموا مفاتيح الخلود. أنا متخيل بصراحة شعور إبليس وقتها وهو واقف يراقبهم وفرحان إنه نجح في مهمته. فقرب آدم وحواء الثمرة اللي قطفوها من الشجرة من بقهم، وتخيلوا خلاص إنهم قربوا من حلمهم. أكلوا منها وانتظروا إن تتبدل أجسامهم لأجساد الملائكة، وإن يطلع لهم أجنحة زي أجنحة الملائكة. لكن هنا حصلت المفاجأة وسقطت عنهم ملابس الجنة الفخرة وأصبحوا عراة. هنا بقى أدرك آدم وحواء إنهم ما بينتموش للجنة خلاص، وأدركوا إن وعد ربنا وتحذيره ليهم ما كانش تهديد وخلاص لما قال لهم فلا يخرجنكما من الجنة. وعرفوا ساعتها إنهم وقعوا ضحية لوسوسة الشيطان، وإنهم كانوا فريسة لمكيدة الشيطان اللي نساهم شجر وثمار الجنة اللي ملهاش نهاية وعلقهم بس بشجرة واحدة. أدركوا ساعتها إنهم وقعوا في خدعة الشيطان اللي أخدهم من مساحات الحلال الواسعة اللي ملهاش حدود ورمى بيهم في مساحة الحرام الضيقة. اندهش آدم وحواء إنهم أصبحوا عريانين، وأصبحوا بيجروا في كل حتة وفي كل ناحية للشجر الحلال يمكن يسترهم بعد ما عراهم الحرام. فبقوا ياخدوا أوراق الشجر الكبيرة ويلفوا أجسامهم بيها، وفضلوا واقفين في حالة فظيعة من الخوف والندم لحظات ما بعد المعصية. فإذا بربنا سبحانه وتعالى بيناديهم ويقول لهم ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. عتاب أصعب من العقاب. وتعالى أقول لك هنا الفرق بين آدم بعد المعصية وإبليس بعد المعصية. في الحلقة الأولى وضحنا إزاي كانت مواجهة ربنا لإبليس بعد المعصية، وقلنا إن ربنا سأل إبليس وقال له ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. وهنا برضو ربنا سأل آدم وقال له ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. نفس السؤال لكن الجواب كان مختلف. إبليس قال لم أكن لأسجد، أما آدم فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الفرق طبعا واضح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. طب ما هو حلو اهو، عصى آدم واستغفر وتاب ربنا عليه، فليه بقى أخرجه من الجنة؟ وده بقى السؤال المهم. وإيه كانت تفاصيل رحلة الهبوط دي، وإزاي كانت حياة آدم الجديدة وزوجته على الأرض؟ هو ده بقى اللي هنقوله في الحلقة الجاية والثالثة والأخيرة من قصة آدم بإذن الله. سلام.